اهلا بيكم ثانويه عامه 2025. اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم سوا عن هل ليالي الامتحان كافيه ان احنا نلم فيها ماده معينه، او لو في جزء معين من ماده معينه واقع مننا نقدر نلمه ليالي الامتحان ولا لا. بناء على اكتر سؤال كان على الفيديو اللي فات بتاع الفرنساوي، كلكم كتبتولي مريم هو لو في ماده معينه زي الفيزياء زي الكيمياء وقع مني جزء كبير فيها، هل ليالي الامتحان كافيه ان انا المها ولا اجل؟ فطبعا الفيديو بتاع النهارده هجاوبكم عن كل ماده بالتفصيل هنعمل فيها ايه ليالي الامتحان، وازاي مثلا لو في ماده ما نعرفش عنها اي حاجه نلمها ليله الامتحان. ولكن قبل ما تشوفوا الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. ثانيه واحده وهكون عندكم في البيت من زوم الكاميرا. ويلا نبدا الفيديو. اول ماده نتكلم عنها وهي العربي. طبعا العربي بما انه اول امتحان عندكم فقبله 4 ايام غير النهارده، يعني قدامه 5 ايام. انت مثلا في جزء واقع منك في العربي او مبدأتوش من اول السنه، فلسه مش عارف تبدا مذاكرته ازاي. اول حاجه مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق هينزلوا مراجعه ليالي الامتحان على اليوتيوب. طبعا المراجعه بتاعت ليالي الامتحان دي كافيه جدا تغنيك عن المراجعه النهائيه لو ما سمعتهاش، وتغنيك عن شرح طول السنه. بيشرحوا فيها كل جزء بالتفصيل ممل، سواء بلاغه سواء ادب قصه نحو، كل الاجزاء بيشرحوها كويس جدا، وبيشرحوا اهم الحاجات اللي ممكن تلاقيها مثلا بعد يومين في الامتحان بتاع العربي. فبالنسبه لك لو سمعت الفيديوز بتاعت مستر رضا الفاروق او مستر محمد صلاح هتلم معاك كل العربي وهتجيب الدرجه النهائيه ان شاء الله. طبعا هقول لكم تعملوا ايه بالتفصيل الممل في الفيديو بتاع العربي. تاني مادة هنتكلم عنها وهي الانجليش قبل 3 ايام غير اليوم اللي ترجع منه في الامتحان، يعني 4 ايام. طبعا الانجليش بالنسبة لك صعب، او محفظتش كلمات من اول السنة، او مذاكرتش جرامر ومش عارف تعمل ايه في ال3 ايام دول. اول حاجه انا مش هقولك هات كتاب معاصر او جيم اللي معاك واحفظ الكلمات من اول يونت ليونت 12. طبعا ده مش هيحصل ومش هتعرف تعمله في ال3 ايام حتى لو انا قلت لك كده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اقولك. طب بالنسبه للجرامر انت برضو ما ذاكرتوش من اول السنه وما تعرفش عنه حاجه، ومش عارف هتذاكره منين. كل ما تيجي تفتح مثلا يونت 1 يونت 2 في اي كتاب خارجي بتلاقي مثلا 20 صفحه عن الجرامر بتاع يونت 1 ويونت 2 والكلام ده. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انت عارف ان امتحان تالتة ثانوي بتاع الانجليش مش بيبقى معتمد بس على تالتة ثانوي او ثانويه عامه في الكلمات او الجرامر. بيبقى مثلا عايزك تكون عارف كلمات تراكميه، عندك حصيله كلمات لغويه، عايزك تكون فاكر الجرامر بتوع السنين اللي فاتت. طب ودلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجه هننزل كتاب المدرسه البي دي اف بتاع الانجليش، سواء بقى ننزله بي دي اف او يبقى معاك نسخه مطبوعه حسب ما انت عايز. هتذاكر منه بعض الكلمات اللي هقولك عليها على جروب التليجرام. كل يونت هقولك الكلمات دي مهمه جدا ممكن تيجي في الامتحان واللي بيركزوا عليها في كل يونت. وبالنسبه للجرامر فانت هتذاكره من كتاب المدرسه بس، سيبك بقى من الحشو الخارجي بتاع الكتب التانية اللي هو الجيم ومعاصر والقاعده معرفش بشرحها في قد ايه. هي في كتاب المدرسه مثلا في صفحتين ومش مكتوب فيه كلام كتير، والحاجات اللي موجوده زياده في الكتب الخارجيه، لان غالبا اصلا في امتحان اخر السنه الجرامر مش بيبقى صعب، او مثلا زي ما الكتب الخارجيه مكبراه ولازم نربط دي بدي وكل الكلام. هو الجرامر بيبقى سهل، بيبقى زي كتاب المدرسه بالظبط. عارفين لو جالك القاعده بتقول كذا كذا هي مش هيزود لك عليها حاجه او يربطها بقاعده تانية. فاحنا هنذاكر الجرامر من كتاب المدرسه. وبالنسبه للكلمات المهمه اللي ممكن تيجي اخر السنه ان شاء الله بعلم لك عليها على جروب التليجرام في كل يوم. طب وبالنسبه لحصيله الكلمات اللغويه اللي المفروض تكون عندك في الانجليش، انا هبعت لك ملف بي دي اف على جروب التليجرام في اغلب الكلمات اللي متكرره في السنين اللي فاتت، اغلب الحاجات اللي ممكن تجيلك اصلا الامتحان السنه دي. ان شاء الله الملف ده هيكون كويس جدا جدا، واغلب كلماته هتلاقوها عندك في الامتحان ان شاء الله. دلوقتي بعد ما اتكلمنا على العربي والانجليش باختصار شديد وقلنا ممكن نعمل فيهم ايه في ليالي الامتحان بحيث ان احنا نلم اكبر قدر ممكن، دلوقتي هنتكلم عن الفيزياء والكيمياء والاحياء. ولكن قبل ما نتكلم عن الفيزياء والكيمياء والاحياء عاوز اقول لكم ان كتب التفوق نزلت في الكيمياء والفيزياء والاحياء كتب مراجعه ليالي الامتحان، خاصه بمراجعه ليالي الامتحان غير المراجعه النهائيه طبعا. كل كتاب فيهم عباره عن مثلا هنتكلم عن الاحياء. الفصل الاول جايبين لك ملخص تحفه للفصل الاول، في اهم الديتيلز واهم كل حاجه ممكن تيجي عن الفصل الاول، كل التريكات رابط كل حاجه ببعض. لو الفصل الاول مربوط بالفصل الثاني بالثالث بالرابع، في جزء من الفصل ده في الفصل ده، هو كاتب لك كل حاجه متعلقه بالفصل ممكن تيجي في الامتحان. بعد ما يجيب لك الملخص السريع اللي شارح فيه كل حاجه، جايب لك عليه اسئله زي اسئله الامتحان بالظبط. وبالمناسبه اصلا الامتحان احيانا بيبقى اغلبه صور، فهو مركز على الحته دي في كل الفصول، جايب لك كل صور كله ديتيلز مهمه جدا ممكن تجي لك في امتحان اخر السنه. وكمان كل ما تراجع على كل فصل تلاقي رابط الفصل الاول بالفصل الثاني، وهكذا الفصل الثاني بالفصل الثالث، وجايب لك شامل على الفصل الاول الفصل الثاني شامل على اول 3 فصول. بعد ما نخلص مراجعه كل فصل جايب لك في الاخر حوالي 5 شوامل محاكين لامتحان اخر السنه بالظبط، حرفيا جايبهم لك بنظام البابل شيت، وجايب لك معاهم
ورق بابل شيت عشان تتدرب عليه، ولما يجيلك في الامتحان تعرف تحل كويس ما تاخدش وقت، فده هيسرع جدا الحل بتاعك في الامتحان وهتكون متدرب كويس. بس كمان جايب لك المقالي بتاعه علشان تكتب حرفيا ورقه زي بتاعه الامتحان بالظبط، نفس اللي هتحله في كتب التفوق هتلاقيه عندك بكره في امتحان الاحياء، في امتحان الفيزياء، في امتحان الكيمياء. كل التدريبات وكل الاسئله سواء بقى في الكيمياء، في الفيزياء، في الاحياء، كل المواد هو عامل فيها نفس الوضع. جايب لك برضو اسئله في الكيمياء على الفصل الاول، رابط لك الفصل الاول الباب الاول بالباب الثاني، وهكذا في العضويه رابط كل الباب ببعض، حل تفصيلي لكل الامتحانات وكل الاسئله اللي موجوده. حتى اللي تشوز جايب لك ليه اختار الاجابه دي، ليه اختار باء، ليه اختار جيم، ليه اختار دال، وليه ما اختارش باقي الاجابات. وكمان في اخر الكتاب في باركود، لو صورت الباركود ده هيجيب لك مدرسين بيحلوا كل الاسئله الموجوده في الكتاب ويفهموك كل حاجه موجوده ليه اخترنا الاجابه دي، مع انه هو كاتبها اصلا، بس اوريدي لو انت عايز شرح اكتر حد بيشرح لك فانت هتصور الباركود هيفتح لك الاكونت بتاعهم فيه كل الفيديوز اللي فيها الشرح بتاع الكتب اللي بتاعت ليله الامتحان كيمياء وفيزياء واحياء، وفي شرح تفصيلي لكل ماده. فبصراحه كتب التفوق في ليله الامتحان كويسه جدا جدا، تغنيك عن المراجعه النهائيه لو محلتش كتير، لو ما كنتش ذاكرت كتير. هو جايب لك اهم الحاجات اللي موجوده في كل فصل وكل باب، ورابط لك كل باب بالتاني، بعد كل باب في اسئله كتير جدا على الباب، في اسئله تربط الباب الاول بالتاني، في شرح تفصيلي في كل حاجه في الكتاب. يعني اقول لكم ايه عشان تشتروا اكتر من كده؟ انا مش عارفه بجد، يعني لو اشتريتوه هتشوفوا الفرق فعلا، وهتشوفوا الاسئله اللي في قلب الكتاب هتلاقوها عندكم تاني يوم في الامتحان ان شاء الله. وحتى لو ما كانتش هياها يعني ما فيش سؤال هتلاقيه هو بنص، ولكن نفس الفكره نفس السؤال هتكون اتدربت بيه في الكفايه. يعني عاوز ايه لما تحل كل الكتب دي؟ فيها اسئله كتيره جدا، فيها مستويات عليا، فيها اسئله شبه بتاعه الامتحان. يعني قول لي ايه السبب لحد دلوقتي بعد ما سمعت الفيديو يخليك ما تروحش تشتريه؟ يعني انا اقتنعت بالكلام اللي بقوله. طب ودلوقتي هنذاكر كيمياء وفيزياء واحياء ازاي في ليالي الامتحان ونلم اغلبهم حتى لو ما نعرفش حاجه؟ فانتظروا الفيديوز اللي هنزلها لكم في ليالي الامتحان لكل ماده ان شاء الله. المواد دي هقول لكم طريقه لكل ماده ذاكروها بيها، حتى لو ما تعرفوش فيها اي حاجه هتلم على الاغلب 80% من الماده، وان شاء الله تعدي 80% في كل ماده في المجموع. فانتظروا الفيديو اللي هنزلها لكم ان شاء الله في ليله الامتحان. ولو وصلت لهنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وانتظروني في الفيديوز الجايه. باي.